فريق الوداد، وكذلك حضور قوي لجماهير فريق اتحاد طنجة الحاضره في هذه المباراه من اجل مسانده فريقها خلال هذا اللقاء، واللي غيعطينا متعه وسيقدم لنا اثاره وتشويق على مستوى ارضيه الملعب. الاف من الجماهير الحاضره في ميدان فريق اتحاد طنجة. حاتم الوهابي بسبب الاصابه، حسن الزريبي، صابر الشفاي، حمزه المدن. شاط كره في الجهه اليمنى، البحث على زكريا بن المعاشي، والكره خرجت في المرمى ديالو 29 اصابه. تعود الاول من اليمنى، فرصه وفرصه الهدف هدف اول لفائده فريق الوداد، والقناص بوليتسامبو جونيور في المكان المناسب يضع كره في الشبكه. خطا فادح على مستوى الدفاع، وكذلك الحارس غايب رباح اللي ما تمكنش من ابعاد الكره، وسامبو بولي جونيور في المكان المناسب يضع كره في الشباك، وهدف مبكر في حدود الدقيقه السادسه. فرحه كبيره للاعبي فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نتابعوا من جديد هذه المحاوله من الجهه اليمنى. نتابعوا هذه الانطلاقه ديال محمد أونجم، تعبت الكره. لاحظوا الخطا بين عليا والعشرون محسن بتولي وجه لوجه مع الحارس احمد رضا التقنوتي. محسن بتولي ينتظر الصافره. محسن بتولي، تدخل احمد رضا التقنوتي، تصدي ممتاز من احمد رضا التقنوتي الذي يبعد الكره، وبالتالي انقاذ مرمى من الهدف كان محقق من نقطه الجزاء. اذا محسن متولي لم يتمكن من تسجيل هدف التعادل. تابعوا من جديد، اختار الجهه اليمنى، تصدي ممتاز لاحمد رضا التقنوتي. تابعوا من جديد، محسن متولي اختار الزاويه، تصدي ممتاز وابعاد الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه. فرحه كبيره جهودات جلالته في تطوير الرياضه المغربيه وكذلك بالقاره الافريقيه، والمغرب كان دائما وسيبقى يتقاسم التجربه ديالو مع اشقائه، وخصوصا اننا شرفنا القاره في اكبر التظاهرات العالميه واخرها الموندياليتو الذي خرج بافضل وابهى صوره. نتابع هذه المحاوله، فرصه بوليسامبو جونيور يظهر من جديد، وهدف ثاني للوداد. تمريره ممتازه من الجهه اليمنى، بوليسامبو جونيور في المكان المناسب يضع الكره في الشباك. فرحه كبيره لجماهير فريق الوداد، وقلت بان التمريرات العرضيه والخطوره تاتي من الاطراف ومن الجهه اليمنى. تمريره ممتازه، وبوليسامبو جونيور كهداف كقناص واستثمار بشكل جيد لهذه التمريره من الجهه اليمنى. لاحظوا طرحات الكره بشكل ممتاز، والكره في الشباك. تمريره ديال اللاعب والمدافع ايوب العبلود. لاحظوا التمريره ايوب العبلود في فرصه الهدف الثالث قادم، ومحمد أونجم يتمكن من توقيع الهدف الثالث لفائده فريق الوداد. استغلال المساحات واستغلال الاخطاء ديال المدافعين ديال فريق اتحاد طنجة، استغلال بشكل جيد. يضع فريق الوداد مرة أخرى وجها لوجه مع الحارس غايب رباح. أونجم بالسرعة ديالو يراوغ يضع الكرة في الشباك. تابعوا هذه المحاولة، كانت كرة طويلة من أحمد رضا التقنوتي، تمريرة من مؤيد علافي. لاحظوا التمريرة ممتازة تجاه اللاعب محمد أونجم، هنا المراوغة ويضع الكرة بهدوء في الشباك الحارس غايب رباح. لاحظوا كرة طويلة من أحمد رضا التقنوتي، مشات الكرة لمؤيد علافي. لاحظوا التمريرة تمريرة ممتازة، محمد أونجم المراوغة والكرة في شباك غايب رباح. هدف ثالث لفائدة فريق الوداد. سفيان مدن لزكريا بن المعاشي، اللاعب اميان جاما، ذكر بانه اللاعب الايفواري اميان جاما جو لاعب سابق كذلك لعب بفريق اولمبيك تشيرا. امامنا زكريا بن المعاشي، تنافس بين سفيان مدن وعبد الله حمود. ترفع الكره داخل منطقه الجزاء من طرف المضارب حتى المرتد الهجومي. انطلاقه ديال بوليسامبو جونيور، محمد أونجم شاحت الكره في الجهه اليمنى، فرصه للوداد. أونجم المراوغه، التدخل ديال محمد سبول. الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا، وبالتالي كيطالب المواصله. محمد سبول، تدخل يا جبران على مستوى الدفاع ديال فريق الوداد. امين ابو الفتح الجهه اليمنى، ايوب العبلود شاط يحمل، ايوب العبلود متى الكره كيمرر، ولكن تدخل ديال السنغالي حاجي كوناتي. الكره كتمشي خارج ارضيه الملعب، ضربه مرمى لفائده فريق اتحاد. اللاعبين
حاول استغلال الفرص الاخيره بعد ما توج مع الفريق بلقب الدوري خلال موسم 2014 2015. يا جبران لأيوب العنود، مشات الكره في الجهه اليمنى، ترفعت الكره، مؤيد لا فيه ونفذ الهدف مقابل هدف واحد. هدف كل من محسن زكريا كيابي من الجهه اليمنى، تمريره تدخل للمدافع حسين زولا. سفيان المدن تبادل الفرصه عند اللاعب ابيان وارسل زولا يبعد الخطوره. يوسف حاجي بوناطي، محمد سبول بالراس، استرجع كره من بوليسامبو جونيور، فرصه تمرير عند سيف الدين بورا وسفيان المدن. نفذ الخطا، تسديده برا الجانبان، تسديده من سفيان المدن. محاوله لشهر جاري على الساعه 10 ليلا في الوقت تبعد محاوله سيف الدين بورا شاد يعمل داخل منطقه الجزاء، رفع الكره في القائم الثاني ولكن بعيده خارج ارضيه الملعب. كان البحث على محمد بونجم ولكن او لاعب يحيى على الاطلاق. اسماعيل المترجي يبحث على سيف الدين بورا، فريق الوداد يحاول انه يبحث على الحلول ومحاوله استغلال تنوع او تركيبه غنيه باللاعبين. في وقت هذه المحاوله محسن المتولي هناك تغطيه من حمزه عيد علال يتمكن خراج الكره بشكل